ما زلنا نتابع كل فترة ترميمات مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كما نرى هنا هذا المحراب الجديد، وأسفل عنه المحراب القديم أيام من القرن السابع الهجري. نعم، كما نصت عليه كتب التاريخ. وهنا المسجد هنا لسه ما انتهوا من ترميمه، هذا تابع للمسجد. نعم، سبحانك يا رب. تاريخ تاريخ تاريخ. هذا أنا عند البنيان القديم الآن في هذا الشهر الكريم رمضان. جيت أنا هنا قبل 4 سنوات أو 3 سنوات، وكان الترميم ببطء وما زال، وهذا شيء جميل جدا. ليه؟ لأنه الآثار لا يبحث عنها وينقب عنها إلا بشكل بسيط وبطيء، حتى لا تتأثر بالأدوات الحديثة. نعم نعم. عندما أقول الأدوات الحديثة أقصد أدوات البناء الحديثة، من حفر، من تنظيف. يجب أن تتم بعناية، لأنه هذه آثار لا يمكن تعويضها ولا بأي ثمن. نعم. أنا قلت إنه من القرن السابع، لا، هو من أوائل القرن الأول الهجري، وهنا السابع قد يكون الميلادي. نعم، السابع الميلادي كما ذكر. فنقصد من أوائل القرن الأول الهجري، قد يكون من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإلا فما الغاية من ذكر اسمه وضع اسمه على المسجد. إذن من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أنا وضعت موضوع بشكل مفصل عن هذا الأثر، موجود الآن في صفحتي على التيك توك. نعم، وكذلك على صفحتي على السناب شات، أو شكل من التفصيل الدقيق. نعم، يمكن الرجوع إليه على الصفحتين. هذا أسفل المحراب القديم، هذا فوق المحراب الجديد. نعم.